يا صباح الفل او مساء الجمال عليكم يا حبيبات القلب. وانا اسفه لو انا طالعه بالمنظر ده، بس انا عندي الدور سخونيه اللي هو ماشي اليومين دول واحتقان في الزور. وشايفين بقى منظر المطبخ عامل ازاي، يضرب يقلب وحاجه كده استغفر الله العظيم تسد النفس. وطبعا انا عايزه اهم حاجه ببدا بيها يومي بعد ما بصلي وبقرا قران، ان انا اعمل كوبايه قهوه. ومستحيل هعمل كوبايه قهوه والدنيا بالشكل ده. أنا منى صانعة محتوى، بحب أشارككم وصفات سهلة ولذيذة وروتين يومي بسيط ويشجع كل ست بيت. عندي أفكار كتيرة نفسي أوصلها لكم، وحلمي إني أوصل ل100 ألف مشترك، وبدعمكم ليا بإذن الله هوصل. أول حاجة هنعملها هلبس المريالة بتاعتي عدة الشغل، وهلبس القفازات، ودي حاجة مهمة جدا. مش علشان طبعا ابان ان انا كيوت او كده، بس دي حاجة اساسية لازم المفروض ان كلنا نعملها، ان احنا نحافظ على ايدينا، لان هي بتتعرض للمواد الكيماوية والمية السخنة، ومع الوقت الايد بتكرمش وتعجز بسرعة. يلا بينا نبتدي الروتين بتاعنا. وزي ما تعودنا، اول حاجة انا بعملها بالنسبة للروتين بتاعي، انا بنظف الحوض تماما. يعني بصبنه كويس جدا بالصابون، وبنزل عليه بالمية السخنة، علشان لما اجي اصبن المواعين هنزل بيها كلها في الحوض واشطفها. وهتبقى المرحلة دي بالنسبة لي سهلة جدا، لان عشان انا ما عنديش مساحة كفاية ان انا اغسل المواعين واحطها على الرخامة وهتعمل لي كركبة. لا، الفقرة دي بتسهل عليا حاجات كتير جدا. طبعا انا بحاول على قد ما اقدر ان انا اسرع الفيديو، علشان يعني ما يبقاش طويل على حضراتكم، وفي نفس الوقت تشاركوا معايا الروتين بتاعي، ووريكم ان انا برضو حتى لو انا تعبانة فمش هينفع ان انا اسيب البيت بالشكل ده. طبعا انا هنا كنت خلاص خلصت المواعين وعملت الغسيل وبمسح الارض. طبعا هتقولي لي كل ده عشان فنجان قهوة. طبعا اللي واخد على الترتيب والترويق مستحيل يقعد، حتى لو انا بموت من التعب مستحيل اخلي المطبخ او البيت يكون مكركب. على الاقل يعني انا عن نفسي كمونة، يعني انا بحس براحة نفسية لما بروق البيت او بطلع طاقتي في حاجة انا بحبها. وعلى الاقل بيبقى المنظر البيت لما يكون نضيف بيبقى بيدي راحة نفسية رهيبة. اكتبوا لي في الكومنتات مين بتعمل زي لما تبقى عيانة يعني، وخاصة يعني ان انا ما عنديش بنات، فانا مضطرة ان انا اقوم اخدم نفسي. الحمد لله والشكر لله على كل حال، بس ايه، طبعا البنات نعمة، فطبعا انا لازم برضو اقوم واعمل كل حاجة بنفسي. وهنا خلاص بعد ما خلصت اقلع بقى القلافزات والمريلة، وبعدين اعمل كوباية القهوة اللي انا عملت كل ده عشانها.
ونيجي بقى للحظة الحاسمة بعد ما روقت المطبخ وغسلت المواعين ونضفت الدنيا، وفقرة المعطر اللي طبعا لو انتم متابعيني ان انا دايما كل ما بخلص الروتين اليومي بتاعي ان انا اعطر المطبخ، واقدر كده اشرب كوباية القهوة بتاعتي وانا اخر روقان. لان طبعا من الحاجات اللي بتسعد الست ان تلاقي مطبخها بالشكل ده. ولو بتتفرجوا لحد دلوقتي انا بشكركم جدا بجد، انا بحبكم كلكم. يا ريت تدعموا القناة، انا ما وصلتش ل1000 مشترك. انا بشكر كل الناس اللي بتتابعني، انا بحبكم قوي بجد، فرحتوا قلبي. لايك وشير واشتراك في القناة، وانا لسه ما وصلتش للتحدي ال100,000.